بعد 7 سنين استخدام للايفون دول 3 اختصارات انا ما بستغناش عنهم. تعال اقولهم لك عشان انا متاكد ان انت ما تعرفهمش. اعمل سيف للفيديو ده عشان هتحتاجه ويلا بينا. اول اختصار انا بقول عليه اختصار انقاذ الحياه. ده في وقت كده لما انت تحس بخطر هتنزل مركز التحكم من فوق وتدوس عليه، هيقدر ان هو يبعت مسج لحد انت محدده فيها لايف لوكيشن اجباري يقول له الحقني، واعمل منشن تحت في الكومنتس للي عايزه يلحقك اصلا لو عرف يلحقك. 2 لو في اي فيديو على السوشيال ميديا عجبني هدوس على علامه الشير بتاعته وهدوس نسخ الرابط، وانزل برده مركز التحكم من فوق وهدوس على الاختصار ده، هيقدر ان هو يحمل لي الفيديو ده بالكواليتي الكامله بتاعته بدون علامه مائيه. ثالث اختصار بيجي في وقت من الاوقات التليفون بتاعي مش عايز يشحن كويس، بسبب حاجات كتير قوي مشغلها ومكسل اقفلها زي الداتا الواي فاي البلوتوث وشويه تطبيقات في الخلفيه. ففي اختصار كده ده مجرد ما بتدوس عليه وتديله الصلاحيه بيقفل كل حاجه مفتوحه بتكه زرار عشان يقدر يشحن التليفون بتاعك باسرع شكل ممكن. طيب الاختصارات دي جامده قوي، هنلاقيها فين؟ هسيب لك الروابط بتاعتهم كلهم عندي في البايو، هتدوس على صورتي هتدوس تحت صورتي وهتلاقيهم كده تحت بعض. طيب هنخليهم ازاي موجودين بقى في مركز التحكم؟ هتنزل مركز التحكم هتدوس على علامه الزائد اللي فوق وهتبحث عن شورت كات او الاختصارات، يقول لك اختار الاختصار ده طبعا بعد ما تنزله، بعديها خلاص هتقدر تدوس عليه في اي وقت. وبس كده، دول كانوا الاختصارات انا ما استغناش عنهم. لو عايز حاجات جامده في الايفون اكتر ما تنساش اكيد تعمل لي فولو.